صباح الخير مشاركينا متابعينا من مغاربة وجزائريين داخل الأوطان وخارج الأوطان. الحقيقة في دقيقة في قناة الحقيقة. أنا الحين في زاوية الشيخ في الأطلس المتوسط نواحي خنيفرة ونواحي مدينة بني ملال. الأجواء رائعة كما تشوفوا معنا، غدير المياه والجبال جبال الأطلس. اليوم الحدث الكبير، نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ما بين النهضة البركانية وشباب قسطنطينة. قسطنطينة التاريخ، قسطنطينة ابن بديس، قسطنطينة العلم والعلماء، المدينة التاريخية، قسطنطينة الجسور المعلقة، قسطنطينة اللي تأسس عام 1898. فريق عريق وعريق وعريق، مدينة كبيرة بملعبها الشهيد حملاوي أمام النهضة البركانية اللي ولات تعتبر من أقوى الفرق في الماما إفريقيا. النهضة اللي توجت بهذا الكأس مرة واحدة اليوم تطمح إلى الثانية في مقابلة صعيبة وصعيبة وصعيبة. ديربي مغربي جزائري، واحد قرا الآخر. مدرب شباب قسطنطينة قرا النهضة البركانية، ومدرب النهضة البركانية التونسي قرا شباب قسطنطينة. مقابلة ديال الأخطاء، تخطأ من هنا تخلص كاش. كاين البعض تيتسنى نتيجة كبيرة في هذه المقابلة، ما غتكونش نتيجة كبيرة. هذه مقابلة 1-0 أو التعادل، 1-0 من هنا أو من هناك أو التعادل في هذه المقابلة، لأنني شدت الفريق الجزائري شباب قسطنطينة فريق اللي ماشي سهل، عنده لاعبين تقنيين قادرين أنهم يفوزوا هنا في بركان، قادرين، عندهم إمكانيات كبيرة. خرجوا اتحاد العاصمة من كبارات القوم في الجزائر وفي افريقيا، حاصل على كاس الاتحاد الافريقي. اذا فريق ماشي سهل الاياب في ملعب الشهيد حملاوي. اليوم شباب قسطنطينة غيحبوا انهم يرجعوا بنتيجه ايجابيه من هنا من المغرب، اللي غتسهل عليهم المرور الى نهائي هذا الكاس، لان اللي غيمر من النهضه البركانيه وشباب قسطنطينة بكل صراحه غيكون قريب وقريب وقريب باش انه يتوج بهذا اللقب. الكل راى بعينيه استقبال رائع للجماهير العاشقه والمحبه للنادي الكبير قسطنطينة، وشاف كيفاش استقبلوا النادي. علاقه جميله، دائما علاقه رياضيه جميله. بعض اليوتيوبرز الجزائريين اللي خرجوا تحدثوا على الاستقبال وقالوا بصراحه وبكلمه واضحه: خوتنا المغاربه استقبلونا احسن استقبال، نعم، بالرقاده وطقوس جميله ما بين المغاربه والجزائريين. نحن مع المنتظرين، انتظروا هذه المقابله اللي كما قلت غتكون صعيبه وصعيبه وصعيبه. كنا حابين اننا نشوفوها من بركان، ولكن للاسف الوقت. واللي دائما اقولها، هذه كرة القدم وليست بكرة القدم، تتقدم الشعوب. اللي قدم مقابلة جميلة وكان نفسيا هادئ هو اللي غيفوز في هذه المقابلة، اللي هي مقابلة ديال ديربي. انتم عارفين الديربي، المغرب الجزائر مصر، الديربيات شمال افريقيا تتلعب على الجزئيات. هذه ماشي مقابلات ديال 3-0 او 4-0 او 5-0، هذه مقابله غتكون مسدوده. الفريق الجزائري غادي يجي يلعب على المرتدات وغيلعب على نقاط الضعف ديال النهضه البركانيه باش يرجع بنتيجه ايجابيه من بركان تسهل عليه مقابله ديال الاياب في ملعب الشهيد حملاوي اللي غيكون ممنوعا اخري ب 35 الف متفرج. الجماهير القسطنطينيه متعصبه وعاشقه ومحبه لهذا الفريق هذا، اللي كما قلت فريق عريق وعنده تاريخ وماشي غير هضره في الريح. وقالها الشاب بلال، قسطنطينة
قسطنطينة. كاين البعض يقول لي خويا راه ماشي قسطنطينة، وهذا الشيء اللي عطاه الله. تحية لكم من هنا من جبال الجبال المغرب، وفي هذه المنطقة الجميلة، جمال ملهاش مثال. وإن شاء الله احنا في طريقنا إن شاء الله إلى مدينة أخرى، مدينة ميدلت إن شاء الله. شوفوا ميدلت إن شاء الله، ونشاهدوا المقابلة إن شاء الله، ونحللوا المقابلة، واللي فاز نقولوا ليه صحة عليك، وهذه غير كرة القدم. وإلى الملتقى إن شاء الله.